اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. النهارده خارج المطبخ بس جايبه لكم حاجه حلوه جدا. نعمل ريفيو عن زيت البرهان. هو زيت حلو جدا، كان حد قريب مني استخدمه فبصراحه يعني جاب معاه نتيجه. زي ما احنا عارفين هو في منه 3 عبوات: الاحمر والاصفر والازرق. الاحمر للشعر التالف والاطاله، يعني لو شعرك مقصف او مش بيطول تقدري تستخدمي الاحمر. الاصفر بقى لتساقط الشعر وملء الفراغات، يعني لو شعرك بيسقط او في حتت خفيفه جدا كده تقدري تستخدمي الاصفر. انما الازرق ده بقى للشعر الهايش والخشن. بصراحه انا مبحبش كلمه الخشن ده خالص. هو دلوقتي المفروض يعني اي حد شعره مش حلو ما يقولش خالص شعري مش حلو، لان في منتجات كتير دلوقتي يعني بتعدل الشعر. احسن كتير جدا بقى من البيبي وكمان الاستشوار والكلام ده كله. لا، الحاجات الطبيعية دي احسن بكتير. خلاص. وكمان اللي هي الست فتكات دي ولا حسنات اللي بتيجي في الاعلان اما بتقول شعرك زعافة والكلام ده، انا ما بحبش المصطلح ده خالص. لا، نقدر نقول الشعر اللي انت مش محتنية بيه مثلا، لكن الكلمة دي بصراحة كانت بتعصبني يعني. المهم، كانت في بنوته صغيره كده كانت كل يوم بتيجي من المدرسه بتعيط لمامتها، فطبعا انا بسالها ليه، بتقول لي علشان، بتقول لي يا ماما انا نفسي افرد شعري. فالبنوته شعرها مش مهتميه بيه، مش هنقول بقى كلمه الخشن والكلام ده، مش مهتميه بيه، فكانت عايزه تفرده يعني. فبصراحه مامتها كانت ذكيه جدا، عملت لها اللي هو خيط الراسته ده، يا جماعه عارفينه؟ طورت لها شعرها يعني اللي هي الضفاير دي بتاعت خيط الراسته. ان شاء الله ابقى اعمل لكم برضو عليها ريفيو. هو كان عندي علبه الحقيقه بس خلصت، يعني الولاد بيحبوا يحطوها في شعرهم كده، شكلها بتبقى حلوه جدا. خلاص. المهم، فطبعا الزيت ده بيفرد الشعر جدا يعني شوفي انت انسب حاجه لشعرك من الثلاثه اللي احنا ذكرناهم دول واستخدميه، ان شاء الله باذن الله هيجيب معاكي نتيجه. طبعا قبل ما بتستخدميه بتغسلي شعرك باي نوع شامبو انت متعوده عليه، تغسليه كويس جدا، وبعد كده تنشفيه خالص خالص وتحطي له بقى الزيت ده تدهنيه جامد قوي. فاكرين كمان يا جماعه زمان لما كنا يعني بنلف شعرنا طاقيه والكلام ده؟ لو بنوتك بقى شعرها فيه اي حاجه من الثلاثه دول، بعد ما تحط لها الزيت يعني حاولي تخليها تلف الطاقيه دي. انا عارفه دلوقتي ان موضوع الطاقيه دي انقرضت بصراحه. لما تيجي تقولي للبنوته لف شعرك طاقيه تقول لك ايه ده، انا هنزل البسين. فاحنا لو هنرجع للطبيعه يبقى احسن بكتير، بدل الاستشوار والبيبي والكلام ده كله اللي بيضر الشعر. هو نتيجته بتبقى كويسه في ساعتها، لكن اول ما تغسلي شعرك خلاص كل شيء بيرجع لطبيعته. احنا ليه بقى ده كله؟ لا، احنا نحاول نعالج شعرنا طبعا بطريقه صحيه وامنه. يعني انت عودي كده لو بنوتك شعرها مش معتنيه بكتير، لا هتهتمي بيه، وزي ما قلت لك كده تغسله وتدهنه كتير جدا وتشوف بقى. وكمان يا جماعه عارفين اللي هو الكحك الصغير برضو ده اللي كنا بنعمله في الشعر ده برضو حلو قوي، بيفرد الشعر. خلاص ان شاء الله وباذن الله لو جربتي المنتج ده هيعجبك جدا جدا. وبلاش بقى الاستشوار والحاجات دي كلها، وخصوصا دلوقتي بقى في الحر الشعر بصراحه بيبقى مجهد جدا جدا من الحر والرطوبة بقى والشمس وكده. وكمان دلوقتي بقى خلاص المصايف، كل سنة وانتم طيبين. فطبعا اي حد يعني بقى لو انت رايحة المصيف تقدري تجيبيه وتخليه معاكي على طول كده، هينفعك جدا جدا. زي ما قلت لك ان شاء الله حتى يا ستي اللي هي البنات بيقولوا عليها دي نعمل قطتين عاليين كده، ادهني شعرك واعملي القطتين اللي فوق دول، صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا. خلاص جربوا المنتج ده وان شاء الله باذن الله يعجبكم. بس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي حبايبي.